السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمير ديزاد يستمر في كشف فضائح الفساد في الجزائر. فضيحة من العيار الثقيل تخص مدير جامعة في مدينة وهران مع طالبة في نفس الجامعة من خلال تسجيل صوتي، تسجيل أيضا فيه الصورة والصوت، تتكلم فيه الطالبة مع مدير الجامعة. هكذا يقومون مدراء الإقامة الجامعية باستغلال الطالبات الجامعيات من أجل قضاء ليالي حمراء، مستغلين مناصبهم كمدراء. قدم أمير ديزاد تسجيل فيديو في حوار بين المدير والطالبة. المعني هو مدير إقامة جامعية بولاية وهران المدعو بالقاسم عمايرات، هو الذي كان فيه اتصال. وصراحة ظهر أيضا في الفيديو وجهه، وكان يوعد هذه الطالبة التي قامت بتسجيله من خلال هاتف آخر وكشفت الحقيقة ديال هذا المدير. تحقيقاتنا تشمل الفساد في كل القطاعات، مع تحياتي للجميع أمير ديزاد. بمعنى أن أمير ديزاد مستمر في كشف الفساد وكشف الحقائق التي تمر في الجزائر ولا رقيب لها ولا حسيب. كما قدم الناس تفاعلوا مع الفيديو، وقدموا أيضا فيديو ثاني من الجامعة، خصوصا الحي الجامعي لطالبة ولاية باتنا، وتكلموا في الفيديو عن الفساد الذي يوجد في تلك الجامعة ما بين الطالبات ومدراء الجامعة والمسؤولين. صراحة قمة الفساد موجودة في تلك الجامعة. أيضا تفاعل آخر: شوفوا الفساد ينخر الجزائر من جميع النواحي، أنقذوا أرواحكم يا كراغلة، مادام فيه أناس لهم غيرة على بلدكم يا أغبياء، كل أحرار الجزائر. أما في السجون الخارج والله عيب عيب العساكر الأميون يعبثون بمستقبل الأمة، عيب وعار والله. صراحة تفاعل الجميع مع الفيديو اللي نزله أمير ديزاد على تويتر، ولكن البعض أيضا هاجمه كما هي العادة. ولكن أعتقد أنه يقوم بعمل جيد، وأنه يحارب الفساد في بلده رغم الضغوط التي تعرض إليها واختطافه ومحاولة ابتزازه، ولكن أعتقد أنه سيستمر في محاربتهم. تحياتي للجميع، وفيديو قادم إن شاء الله.